لو انت وزنك زايد وعاوز تنزل الجيم تلعب كارديو بس، كمل الفيديو ده للاخر وهتغير رايك. اولا خلينا متفقين ان انت عشان تخسر وزن لازم تكون عامل عجز في السعرات في الاكل اللي انت بتاكله. والكارديو طبعا ليه فوائد كتير جدا، منهم انك تحرق في السعرات دي، بس ما ينفعش تعتمد عليه هو بس. طب ليه بقى؟ هديك مثال. لو مثلا لعبت ساعة كارديو وساعة حديد، هتحرق في انهي اكتر؟ هتحرق في ساعة الكارديو. بس لحظة استنى، انت هتحرق على المدى الساعة دي بس، لكن الحديد هيخليك تحرق على باقي اليوم وعلى المدى البعيد على اللونج تيرم. وفي دراسة اتعملت على ناس اتمرنوا حديد لمدة 24 شهر، لقوا ان البي ام ار بتاعهم او معدل الحرق الاساسي بتاعهم زاد بنسبة من 8 ل 10%. يعني الحرق بتاعهم زاد حتى في وقت الراحة لما بقوا يتمرنوا حديد. وكل ما تبني عضلات اكتر كل ما نسبة حرقك هتزيد وتتحرق من الدهون. ده غير بقى شكل جسمك ان هو بيتحسن ويبقى شكله افضل بكتير قوي لما تكون بني عضلات. فالخلاصة انك تعمل بالانس بين الاثنين، ودي افضل حاجة، انك تتمرن حديد وتخلص التمرينة بتاعتك على مهلك وتلعب كارديو بعد التمرين. وبكده نكون اتكلمنا عن الموضوع باختصار، ويا رب اكون قدرت افيدك وغيرت رايك وفهمتك الموضوع كويس. ولو عندك اي اسئله ممكن تسيبها لي في الكومنتات او تبعت لي مسج على اكونت الانستجرام. استنوا الحلقات الجايه.